النهاردة هنبدأ مع بعض أول خطوة حقيقية في طريقك إنك تكون محاسب، ولكن تكون محاسب فاهم مش محاسب حافظ. خلينا نجاوب على سؤال مهم: المحاسب أصلا بيعمل إيه؟ وإزاي المحاسب بيسجل أي عملية مالية؟ الأسئلة دي في منتهى الأهمية، لأن من غير ما تفهم الصورة الكبيرة كل اللي هتتعلمه بعد كده هيبقى نظري ومش هتعرف تطبقه بسهولة. طيب، قبل ما أجاوبك على السؤالين دول، يعني قبل ما نقول مدين وداين وكده اليومية والكلام اللي مخوف ناس كتير، هي الشركة ليه أصلا محتاجة محاسب؟ ببساطة الشركة طول الوقت بيحصل فيها عمليات مالية، والعملية المالية هي مثلا إنك بتشتري بضاعة، بتبيع بضاعة، بتدفع مصاريف، بتستلف، بتسدد، تدفع مرتبات، وهكذا. كل ده لو ما تسجلش الشركة لا هتعرف إذا كانت بتكسب ولا بتخسر، عندها كام في البنك، إيه اللي ليها وإيه اللي عليها، طب الضرايب المستحقة على الشركة قد إيه. وهنا بيجي دور المحاسبة، إنها بتنظم الفوضى دي كلها. طيب، عرفنا الهدف من المحاسبة. هي المحاسبة بتعمل إيه جوه الشركة؟ يعني إيه التفاصيل بقى اللي بتحصل؟ المحاسبة ببساطة هي عملية بتمر ب5 مراحل، ولو فهمتهم صح كل حاجة بعد كده هتكون بسيطة. أول حاجة هي تجميع البيانات. أي ورقة، فاتورة، إيصال، أي حركة مالية لازم تتجمع عند المحاسب. طيب، المحاسب بيعمل إيه بعد كده؟ بندخل في المرحلة التانية، مرحلة التسجيل. بنكتب العملية دي في السجلات، وده اللي هنتعلمه خطوة خطوة مع بعض. طيب، ممكن دلوقتي تقولي طب ما أي حد ممكن يكتب الحاجة اللي حصلت وخلاص. هقولك لأ، لأن المحاسبة ليها لغة خاصة بيها، لغة القيود اليومية، واللغة دي لو أتقنتها هتبقى عديت بحوالي 30% من المشوار بتاعك. طيب، المرحلة التالتة هي إيه؟ مرحلة التصنيف. إحنا بنحط العملية في الحساب الصح. هل الحساب ده مصروف، أصل، إيراد، وهكذا. بعديها تيجي المرحلة الرابعة، مرحلة التلخيص. بنبدأ بعد كده نجمع كل الحسابات دي في تقارير، وبعدها بنستخرج منهم القوائم المالية، ودي اللي في الآخر المدير هيطلع عليها، ومن خلالها هيقدر يقيم أداء الشركة ويعرف إذا كانت الشركة ماشية صح ولا غلط. يبقى قبل أي حاجة، المحاسب هو إيه؟ المحاسب يبقى هو الراجل اللي ماسك قلب الشركة المالي. طيب، يبقى كده عرفنا المحاسبة لازمتها إيه، وعرفنا المحاسب بيقوم بكام خطوة. تعال نتعرف مع بعض كده على كام حاجة. أول خطوة في الدورة المحاسبية هي حدوث العملية المالية. كل الخطوات بتاعتنا مش هتبدأ غير لما يحصل عملية مالية. طيب، يعني إيه بقى عملية مالية؟ قبل ما تفهم أي قيد محاسبي لازم تكون فاهم يعني إيه عملية مالية. العملية المالية هي أي حدث بيحصل جوه الشركة وبيسبب زيادة أو نقصان في الفلوس أو الأصول أو الديون بتاعة الشركة. هديك مثال بسيط. لما أجي أسألك وأقولك لو الشركة بتاعتك باعت منتج ب300 جنيه، يبقى هنا إيه اللي هيتأثر عندك؟ هتقولي والله ده معناه إن الإيراد زاد. طالما أنا بعت منتج يبقى الإيراد بتاعي زاد. جميل. طيب، دفعت إيجار المحل. والله هتقولي إيجار المحل ده عبارة عن مصروف. جميل. طيب، قبضت فلوس من عميل. والله هتقولي إن الخزنة بتاعتي زادت. طيب، لو سددت دين للمورد اللي انت كنت اخد منه بضاعة، ايه الحساب اللي هيتأثر عندك؟ هتقولي والله انا كده الديون بتاعتي قلت او الالتزامات بتاعتي قلت. شايف الموضوع بسيط ازاي؟ يبقى باختصار كده اي حاجة بتأثر على فلوس الشركة هي عملية مالية. من الاخر كده المحاسبة هي الذاكرة بتاعت الشركة. المحاسبة هي اللي بتعرفنا كل الأوضاع المالية اللي تخص شركتنا. طيب، إزاي الشركة أو المحاسب بيسجل كل عملية؟ هشرح لك الموضوع بطريقة بسيطة من غير ما نتعمق في المدين والداين دلوقتي. خلينا نمشي مع بعض خطوة خطوة. كل عملية مالية بتحصل لازم تعدي على دماغك 3 أسئلة مهمين. أول سؤال هتسأله لنفسك هو العملية نوعها إيه؟ يعني إيه نوعها إيه؟ يعني العملية دي مصروف ولا إيراد ولا التزام ولا إيه بالظبط؟ هديك مثال بسيط. لو أنت مثلا اشتريت جهاز لابتوب للموظفين بتوع الشركة، فهتسأل نفسك العملية دي نوعها إيه؟
هتقولي والله العملية دي أصول، يعني اللابتوب ده أصل من أصول الشركة، حاجة بتمتلكها الشركة، حاجة زادت في ممتلكات الشركة. طيب السؤال التاني اللي هتسأله لنفسك إيه؟ العملية دي تأثيرها كان إزاي؟ يعني زودت حساب إيه ولا قللت حساب إيه؟ طب الفلوس دي خرجت منين ولا دخلت لفين؟ هديك برضو مثال بسيط. انت دلوقتي دفعت إيجار بقيمة 3000 جنيه. والله هتقولي ده معناه ان حصل تأثير في حاجتين. اول حاجة ان ده مصروف، فالمصروف ده المصروف زاد. طيب ايه اللي قل عندك؟ تقولي والله انا ال3000 جنيه دول دفعتهم كاش وطلعتهم من الخزنة. حلو جدا، يبقى الخزنة عندك قلت. يبقى دي كده حاجتين اتأثروا بالعملية دي، المصروف زاد والخزنة قلت. طيب ايه السؤال التالت اللي هتسأله لنفسك؟ السؤال التالت اللي هتسأله لنفسك هو أسجل العملية دي فين؟ السؤال ده إجابته مش هتكون النهاردة، ولكن ده السؤال اللي هنبني عليه كل الدروس اللي جاية لما نبدأ إن شاء الله ناخد القيود وناخد المدين والداين. طيب أمال إيه اللي إحنا استفدناه من كل اللي فات ده؟ اللي إحنا استفدناه إنك عمرك ما هتعرف تعمل أي قيد مظبوط إلا لو فاهم كل الكلام اللي أنا قلته من بداية الحلقة. وفكرة المدين والداين زي ما قلتلك في الفيديو التمهيدي، إن المدين والداين مش حاجات بتتحفظ، دي نتيجة منطقية للي حصل في العملية المالية. يعني لما تفهم العملية نوعها إيه، أثرت في إيه الحساب اللي زاد وإيه الحساب اللي قل، هتعرف لوحدك الحساب ده مدين ولا داين. وده اللي هنتعلمه بالتفصيل في الدرس اللي جاي. طيب خلينا اديك مثال عملي صغير عشان نربط الكلام كله ببعضه. دلوقتي لو في شركة اشترت بضاعة ب10,000 جنيه، عايزين نفصل العملية المالية دي. ولا هتقولي إن دي بضاعة والبضاعة دي دخلت مخزني، يبقى المخزن عندي زاد. طيب المخزن ده عبارة عن إيه؟ أصل ولا مصروف ولا إيراد؟ هتقولي والله المخزن ده حاجة من ممتلكات الشركة، فالمخزن ده أصل. جميل، يبقى المخزن أصل زاد. طيب ال10,000 جنيه دول اتدفعوا من إيه؟ هتقولي والله أنا طلعتهم من خزنتي. طيب جميل، يعني الخزنة عندك قلت. حلو. طيب الخزنة دي برضو نوع الحساب بتاعها ايه؟ هتقولي والله الخزنة دي ممتلكات برضو، يعني أصل. حلو، يبقى العملية دي عبارة عن في أصل زاد وأصل قل. خزنة قلت ولكن المخزون زاد. حلو جدا، يبقى انت كده بقى عندك عملية مالية كاملة اتجمعت واتسجلت واتصنفت. وده بالظبط اللي هنعمله مع كل عملية مالية في شركتنا. تخيل بالخطوات بقى البسيطة دي انت كده خلصت حوالي 30% من المحاسبة. لو فهمت الكلام ده خلاص كل اللي جاي هتستوعبه بمنتهى السهولة. كده احنا فهمنا الصورة الكبيرة وفهمنا المحاسب شغله الحقيقي عبارة عن ايه. من الدرس الجاي هنبدأ ندخل في قلب المحاسبة، المدين والدين، بس بطريقة ممكن تكون ما شفتهاش قبل كده. السؤال بقى اللي عايزك تجاوبني عليه في التعليقات: لو شركة باعت بضاعة بقيمة 500 جنيه، ايه الحساب اللي زاد وايه الحساب اللي قل وايه التأثير اللي حصل لشركتك؟ من اجابتك هعرف انك فاهم ومكمل معايا. اشوفك على خير ان شاء الله في المحاضرة الجاية.